اليوم باش نعملوا شكشوكة فول أخضر وقرع بوتزينة. حطيت زيت الزيتونة، أكلة تقليدية معروفة هي، ولكن مش نعملوها بالصحية لخاطر في الأصل هي تتعمل بالقديد ولا بالمرقاز الشايح. أنا باش نعملها شكشوكة، كنا نقولوا شكشوكة راهي بلاش اللحم. باش نضيف لها البصل الأخضر، هذا زاده من جنينة ما شاء الله، خضرتنا الكل من جنينة اليوم. هنا البصل بدا يذبل شويه، باش نضيف له طماطم خضراء. انا منحب خاطر ما نحبش الطماطم معجونه، قلنا راهي نحبوا نعملوا يعني شكشوكه صحيه، نبعدوا على كل ما هو مصبرات. يعني مش نستعمل فرحيت كعبات الطماطم خضراء، من غير طماطم معجونه ومركزه. باش نخليها، باش نضيف لها الملح، شويه ملح، باش نضيف لها فلفل زينه، هريسه عربي انا نحبها شويه حاره، راهو شويه نشتري مغرفه هريسه عربي. لين بعد ما عملت غلوه باش نزيد لها، نضيف لها الماء، ونغطيها. يعني بعد ما غليت الصوص باش نضيفوا لها 400 غرام فول اخضر فصاص، يعني فصصته انا الفول الاخضر فصصته، باش نزيد عليها بنفس الكميه 400 غرام قرع بوتزينه اللي هو القرع الاخضر. كمية الماء اللازمة هنا باش نخليها تطيب تغلي، وكل ويلزمها باش نغطيها ونخليها تطيب سلة سلة. ولكن ديما لازمني نتفقد كاين يعني نشحت من الماء والفول مازال ما طابش، خاصة الفول خاطر القرعة في ما يطيب الفول، نولي نزيد كمية شوية ماء اخر. ننصحكم تضيفوا له حتى بروتين حيواني، لخاطر هو الفول من اغنى يعني النباتات اللي فيها البروتين، فيه 25% بروتين اكثر من اللحم.